السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غنهضر فيه على كيفية الاستفادة من برنامج التيسير اللي خاص بالتلاميذ اللي كيقراو في المستوى الابتدائي والإعدادي. بالنسبة للناس اللي يعني كتستافد من هذا البرنامج هذا، فجات واحد المذكرة من عند وزارة التربية الوطنية. أنا غنقرأ لكم يعني هذا القرار اللي خرج، ومن بعد غنشرحوه بالدارجة. فكيقول إلى السيدة والسادات مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الموضوع بشأن عملية التسجيل في برنامج التيسير برسم الموسم الدراسي 2022-2023. المرجع واتفاقية الشراكة للتدبير المفوض لبرنامج تيسير الموقعة في يناير 22 يوليو 2022 من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق الإيداع والتدبير. سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله. وبعد علاقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، وتنزيلا بمقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة مع صندوق الإيداع والتدبير بتاريخ 22 يوليو 2022 التي تهم التدبير المفوض لبرنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة، يشرفني إخباركم أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير سيقوم بمجموعة من العمليات المرتبطة ببرنامج تيسير كتسجيل المستفيدات والمستفيدين ومعالجة الشكايات وأداء المستحقات المالية للأسر وغيرها من التدابير المتعلقة بالبرنامج. وفي هذا الإطار فإن عملية تسجيل المعنيين الجدد الخاصة بالموسم الدراسي الجاري 2022-2023 ستنطلق في مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة التجريب التقني ستنطلق بجهة الرباط القنيطرة ابتداء من 21 نوفمبر 2022 يعني بدات. المرحلة الثانية هي مرحلة التعميم، يعني التسجيلات على المستوى الوطني ابتداء من 5 دجنبر. وستعرف عملية التسجيل في برنامج تيسير تنويعا في الطرق المعتمدة بالتسجيل، حيث تم تحديد 3 وسائل جديدة وهي كالتالي. الوسيلة الأولى هي التسجيل عبر الموقع الإلكتروني اللي هو تيسير CDG province.ma. الطريقة الثانية هي من خلال واحد يعني التليفون في بلاي ستور، يعني كتيليشارجي تطبيق التيسير. ايضا كاين الوسيله الثالثه هي من خلال شبكه القرب وكتضم يعني مجموعه من المؤسسات الاداء، وهذا الشيء غنشرحه كامل ان شاء الله. ونظرا للاهميه التي تكتسبها المرحله الانتقاليه للتدبير برنامج تيسير فاني اهيب بكم الانخراط الفعلي لإنجاح تنزيل هذه المرحلة وتقديم الدعم الضروري لفرق الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من خلال التتبع والمواكبة وتحسيس المعلمين بالطرق والآليات الجديدة التسجيل في برنامج تيسير، والقيام بحملات ميدانية تحسيسية بالمؤسسات التعليمية المعنية، وذلك حتى يتم تحقيق الأهداف المنتظرة من عملية التدبير الجديد للبرنامج والسلام. يعني خص يعني حتى المديرين يعطيو للتلاميذ. فدابا ان شاء الله غنشرح لكم الطريقه كيفاش، ونشرح لكم يعني شنو جا في هذا المقال هذا. بردت شويه مشيت لبست عليا. اخواني الكرام، نكملوا على الموضوع ديالنا. قلنا يعني بالنسبه للناس اللي عندهم الاطفال ديالهم كيقراو في الابتدائي بالنسبه للعالم القروي، هما اللي غيستافدوا من برنامج تيسير. وايضا الناس اللي عندهم التلاميذ كيقراو في السلك الاعدادي بالنسبه للعالم القروي وايضا العالم الحضاري، هذوما اللي غيستافدوا. اما بالنسبه للابتدائي اللي كيقراو في العالم الحضاري فهذوك ما غيستافدوش. فالتسجيل في هذه المبادره هذه يعني كينقسم على 2 المراحل. المرحله الاولى اللي كتهم يعني جهه الرباط سلال القنيطره واللي انطلقت نهار 21 نوفمبر. المرحله الثانيه كتهم جميع جهات المملكه واللي انطلقت نهار 5 دجنبر. ولكن خصنا نعرفوا كيفاش الطريقه باش اننا نتسجلوا في هذه المبادره هذه. فكاين 3 طرق كيفاش اننا نتسجلوا في هذه المبادره. الطريقه الاولى هو اننا ندخلوا على الموقع الالكتروني تيسير.cdg.préviance.ma او
عبر التطبيق اللي كاين في الهواتف الذكيه تيسير. كندخلوا له يعني من البلاي ستور ونتيليشارجيوه وندخلوا نعمروا يعني او ندخلوا نسجلوا فيه. كاينه مرحله ثالثه اللي هي شبكات القرب. شبكات القرب كتضم واحد العدد الوكالات اللي يمكن اننا نمشيو نتسجلوا فيهم. هاد الوكالات هما مؤسسات كاش بليس، بريد بانك، بريد كاش، التوفيق، الضمان كاش، الفلاحي كاش، الشعبي كاش، وفا كاش، وانوي موني. وملي تكون ماشي لعند هاد الوكالات هادو خصك دي في يدك الوثائق التاليه. يعني دي في يدك البطاقه الوطنيه لولي الامر، يعني اللي مكلف على يعني اما الاب او الام. ايضا خصك دي في يدك رقم مسار التلميذ، رقم الانخراط في نظام المساعده الرامد. وانا كنظن ربما هذا الرقم هذا او هذا الكود هذا غيبدلوه بالريب، رقم الحساب البنكي. يعني ربما يطلبوا الناس اللي غيمشيو يتسجلوا في هذه الوكالات هادو الرقم الريب، يعني الحساب البنكه، باش الفلوس ديالهم كيتوجهوا مباشره للبنك. ايضا الناس اللي يعني ماشي هما الولي او الاب ديال التلميذ فخصهم ضروري انهم يدوا في يدهم واحد شهاده الوصايه او تصريح بالشرف. يعني هذو هما الوثائق اللي الانسان يدين في يدو ملي غيمشي لواحد الوكاله من هاد الوكالات القرب اللي غيتسجلوا فيهم. يعني طريقه التسجيل سهله، ماشي شي حاجه صعيبه. ولا بغيتوا يعني ندخلوا للموقع ونشرح لكم كيفاش فما كاين حتى شي مشكل. هذا يعني خصكم تخليوه في التعاليق. فبالنسبه للناس اللي باغيين يعرفوا شحال هي القيمه الماديه اللي ممكن ان كل تلميذ يستافد منها او كل ولي الامر يستافد من هذا المبلغ، فبالنسبه للمستوى الاول والثاني فكيديو مبلغ 600 درهم، وبالنسبه للمستوى الثالث والرابع المبلغ هو 800 درهم. بالنسبه للتلاميذ المستوى الخامس والسادس المبلغ هو 1000 درهم، وبالنسبه للمستوى الاعدادي فالمبلغ هو 1200 درهم. اذا هذو هما المبالغ اللي غيستافدوا منهم اولياء الامور التلاميذ. فكيف ما قلنا بالنسبه للتلاميذ اللي كيقراو في الابتدائي المستوى يعني المجال الحضاري ما غيستافدوش، واللي كيقراو في الاعدادي المجال الحضاري هما اللي غيستافدوا. وبالنسبه للعالم القروي فغيستافدوا التلاميذ الابتدائي والاعدادي في نفس الوقت. الدفعه الاولى غتكون في يناير يعني من كل سنه، وغد يعني غد تغطي الفتره شتنبر. الدفعه الثانيه غتكون في بدايه شهر ابريل وغتغطي الفتره الممتده من يناير. الدفعه الثالثه غتكون بدايه شهر يوليوز وغتغطي الفتره الممتده من شهر ابريل. اذا اخواني الكرام هذا كل ما يخص الاستفاده والدعم التيسير. نتمنى باش يكون يعني تكونوا فهمتوا الفيديو والمعنى ديالو. ما تنساوش الدعم ديالكم لهذه القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.